أغرب قصة هروب من واحد من أخطر سجون العالم في جزيرة منعزلة، مياه متجمدة والحراسة مشددة. الكل مقتنع إن الهروب منه مستحيل، لكن 3 مساجين في ليلة عاصفة سنة 1962 اختفوا حرفيا من على وجه الأرض. لا جثث ولا أثر ولا تفسير لحد دلوقتي. حلقة النهاردة هنتكلم عن واحدة من أخطر وأعظم محاولات الهروب في التاريخ، الهروب من سجن الكاتراز. اربط الحزام لأنك على وشك تدخل عقل المساجين وتشوف خطتهم خطوة بخطوة. الكاتراز مش مجرد سجن، دي جزيرة معزولة في وسط خليج سان فرانسيسكو. المية حواليها باردة جدا والتيارات قوية كفاية إنها تسحب أي شخص. السجن اتفتح سنة 1934 وكان مخصص لأخطر المجرمين اللي فشلوا في تأديبهم في أي مكان تاني. السجن كان محاط بأسوار فولاذية وأبواب زنازين محكمة، حراسة مسلحة 24 ساعة وكاميرات وأجهزة إنذار. السجن ده كان معروف بجملة مشهورة: Once you check in you never check out، يعني تدخل الكاتراز تنسى انك تطلع. الابطال الحقيقيين بقى للقصه هم فرانك موريس، العقل المدبر وده كان ذكي جدا وحاصل على اي كيو اعلى من المعدل الطبيعي. جون وكلارنس انجلين، دول 2 اخوات من ولايه جورجيا محترفين سرقه بنوك، وسبق ليهم الهروب من سجون تانية. كان معاهم واحد رابع اسمه إلين ويست، ولكن للاسف ما قدرش يهرب في اللحظه الاخيره. الرباعي ده كان في نفس الجناح وتجمعهم حاجه واحده، هي انهم مش هيسيبوا حياتهم تنتهي جوه الزنزانه. الناس كانت بتفكر ان الهروب ده مجرد لحظه، لكن الخطة الحقيقية استمرت أكتر من 6 شهور، واللي عملوه كان عبقري بمعنى الكلمة. الأول حفروا فتحات في جدران الزنازين باستخدام معالق معدنية ومعدات كهربائية بسيطة. عملوا رؤوس دمى من الورق، شعر بشري وصابون عشان يخدعوا الحراس بأنهم نايمين. جمعوا أكتر من 50 معطف مطاطي قديم وخيطوهم يدويا عشان يعملوا زورق قابل للنفخ وسترات نجاة. وفي ليلة 11 يونيو 1962 حطوا الضمى على السراير وزحفوا من الزنزانة، طلعوا لسقف السجن ونزلوا في البحر. ولحد هنا محدش حس بأي حاجة. ويجي الصبح والحراس يكتشفوا ان الزنزانه كانت فاضيه. حاله طوارئ، اف بي اي، جيش وغفر سواحل، الكل دخل على الخط، لكن مفيش جثث ظهر ومفيش دليل ان هم غيره. وفي رساله غريبه وصلت سنه 2013 من شخص بيقول: انا جون انجلين وانا جو وسأموت قريبا. بعض المحققين شافوا صور حديثة لأشخاص بتشبه المساجين موجودة تحديدا في أمريكا الجنوبية. لحد النهاردة القصة مفتوحة والاف بي اي ما عندوش رد قاطع. الهروب من سجن الكاتراز ما كانش مجرد عملية فرار، ده كان رسالة إنه مفيش مستحيل حتى في أخطر مكان على وجه الأرض. هل فعلا قدروا يهربوا ويكملوا حياتهم، ولا غرقت خطتهم في أعماق الخليج؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، وهل تعتقد إن هم لسه عايشين؟ ولو كنت مكانهم كنت هتفكر تهرب؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك، اللايك، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان عندنا قصص اغرب لسه جاي. سلام.